اللي كانوا معنا ببداية البرنامج اللي تابعوا أولى الحلقات بيتذكروا لا شك حلقة الثأر، المصالحة اللي صارت بهالاستوديو بين عائلتين عندهم ثأر، في 10 قتلى كانوا ساقطين على مدى 10 سنوات من الخلاف والقتال بين بعضهم. الآن في معنا قصة مشابهة من منطقة الصعيد من مصر، بتأمل انه تتابعوها، بتأمل انه تنتهي على خير بهالاستوديو ويصير في مصالحة ووضع حد نهائي لقتال كمان عمره يمكن شي 10 سنوات. لذلك اسمحوا لي بالأول استقبل صاحب المبادرة أحمد عزازي. أهلا بأحمد، كيفك حبيبي؟ تفضل. أحمد، أولا بدي أتشكرك على مبادرتك، مبادرة شجاعة، مبادرة جميلة، مبادرة كلها كبر، وكمان عارف أنك حامل الكفن معك. نعم. لأنه هذا الكفن له معنى ومغزى لما بيجي شخص حامل كفنه إلى العائلة الأخرى. طبعا. بدي أخبركم بس قصة هذه العائلة. أولا أحمد كان عنده صديق كان اسمه أسعد من نفس المنطقة من سوهاج في الصعيد، كانوا أصدقاء رفقة عمر، إلى أن ذات يوم نشب خلاف بين أخوه لأحمد وابن عمه لأسعد صديقه، خلاف على قطعة أرض، سقط قتيل من عائلة صديقه من عائلة أسعد. بقى تطور الخلاف، في عادات هناك، في تقاليد ثأر، بقى صار في ترصد من قبل هذه الفئة لتلك، قتيل من هنا قتيل من هناك، سقط تقريبا كم قتيل صار واقع بين الاثنين بين العائلتين؟ 5 من عندنا و7 من عند صار 12 قتيل صار واقع. 5 و7 5 و7 5 من عندكم و7 من عندهم. 12 قتيل. 12 قتيل. قديش صار عمره هالخلاف؟ يعني حوالي 10 سنين. 10 سنين. 10 سنين كنت انا. طيب ما فيش ناس، ما فيش يعني ناس بيقوموا بمساعي حميدي، شيوخ صلح حاولوا؟ البلد كلها تدخلت. البلد كلها تدخلت، ما فيش حد ابدا. مدير الامن تدخل، المحافظ، كذا محافظ يجي عليها في الفتره دي قبل الثوره. الدوله تدخل قبل الثوره، بعد الثوره ناس كتير تدخلت، ما فيش فاذا هم كان شرطهم الاساسي ان لازم حد من شباب العيله يقدم كفن. نعم. مش شباب. نعم. والعيله كلها عندنا ما حدش يوافق على الموضوع ده. انت مين قتلك من القراب منك؟ قتلك حدا من اهلك؟ ايوه، ابناء عمي. ابناء عمك كلهم من عيلتي. كلهم ال5 كلهم من عيلتي، وهم ال7 كلهم من عيلتي. يعني انتوا عائلتكم مثلا العزازي قديش عددكم تقريبا كلكم سوا؟ يعني حوالي 800 شخص. 800 شخص. وهو نفس النظام اصلا. وهو عدى اكثر. واسعد عائلته اكبر؟ لا، نفس العدد او اقل. نفس العدد تقريبا. يعني من عندكم صريح على 800 شخص رايح 5 قتلى، من عندهم 7 بس مش كل ال 800 متدخلين نفس التدخل في المشكله. يعني بص، هو عندنا العادات في الصعيد ان لو في واحد اتقتل يبقى اهله اللي هم مثلا ابناء عمومته وابناء عمومته هم بيدفعوا الثمن. هم اللي بيدفعوا الثمن. نعم. بالظبط. بس البعاد لا، البعاد بيبقوا يقفوا معك بس ما مش. نعم. يقفوا معك بس ما مش هم اللي اصحاب المشكله الاساسيه. بس انه لا يؤخذ بالثأر منهم، يعني لا يؤخذ بالثأر منهم، لا. نعم. يؤخذ من اهل القتيل نفسه. نعم. تمام. فهو المشكله ان الموضوع ده قديم من زمان، وهو على فترات ماتت الاعداد دي، مش في يوم واحد. بس هي في اول المشكله مات 3 و4، 3 من عندنا و4 من عند التسعه، وهكذا استمر الخلاف ولحد اليوم. لو انا قابلت حد منهم هنضربه، هو لو قابل حد منا هيتضرب. يعني كلكم عايشين بحذر؟ بحذر تام. وكلكم عايشين بالسلاح؟ ما فيش حد بيطلع، ما فيش حد بيدخل. يعني كل واحد منكم معه سلاح؟ القريه كلها، عائلتنا او عائلتهم، هم ما بيطلعوش واحنا ما بنطلعش. برا البلد ماشي، وكمان لازم يكون سلاحك معك. مفيش، كله ماشي متيقظ، مش عارف يعني. أيوة طبعا. يكون حدا متربص فيك. ايوه طبعا. هو كذا حادثه تحصل في الموضوع ده. يعني ابن عمي وهو جاي من السفر كانوا متربصين له، مات فيها، وهو نفس النظام، مات من عنده 2 نفس الطريقه. غدر. بالظبط. بالغدر. اللي بيقول حد بيضربه. نعم. والموضوع ده هيستمر لو ما خلصش هيستمر. انت اخذت المبادره وجاي تقول انه مع رفض اهلي ومع
مع ان موضوع الكفن ده مستحيل يحصل، يعني يدفع دية، يدفعوا اللي عايزينه. خبرني شو معنات الكفن. الكفن ان انت هتتنازل عن حياتك للشخص الثاني. انت هلا جاي هتتنازل عن تقول له لصديقك يعني انت عايز تقتلني اليوم، خلاص ما فيش عليك اي حاجه. الكفن اهو، انت هتتنازل عن كل حاجه. نعم. وعشان كده مرفوض. نعم. عشان كده عندنا احنا مرفوض تماما، في الصعيد كله مرفوض. لكن يدفع دي ممكن تتقتل، يسيبوك تتقتل ولا ما تقدمش كفن. نعم. بس انا لو ده هيكفل الموضوع ويخلي يبقى فيه صلح ما بين العيلتين، حتى على الاقل يتم ان ما يبقاش فيه مشاكل، حتى لو هيبقوا بعاد عن بعض تخلص المشاكل، انا مستعد اقدم ومستعد اعمل اي حاجه تانية. مش خوف ولا لا، انا مش عايز عيالي يطلعوا في نفس الموضوع، ومش عايز عيالي اسعد يطلعوا في نفس الموضوع، ومش عايز اي حد. يعني هيدي دوامه لن تنتهي. دوامه مش هتخلص. يعني انت اخوانك بكره اولادك اولادي بكره لو قعد الموضوع بكره طيب اولاد ليش اخترت اسعد بالضبط يعني من تلك العائله؟ ان هو اخو الشخص سبب المشكله اصلا. اخوه اسعد سبب المشكله. يعني زي ابن عمي. بس اسعد انا مثل ما فهمت انه كان صديقك. كان صديق، احنا كنا شركاء اصدقاء طفوله يعني. احنا من زمان كنا، وهلا بتشوفوا بعض ما بتحكوا مع بعض كل واحد. مش اصدقاء بس، ده اسعد انا يعني كان يعتبر متربي معايا. انت كلمت الاهل بانك جاي على هذا الاستوديو، جاي على البرنامج لحتى كلمت الاهل بس هم مع رفضهم انا جيت برضه. هم موافقين على ذلك؟ لا بس انا برضه جيت. مش موافقين؟ لا مش موافقين. على مسؤوليتك يعني؟ على مسؤوليتي. طيب اعتبر انه قال لك اوكي وتصفيتوا وتصلحتوا، لما بترجع على الضيعه معناتها صار صلح بينكم ولا هيدي بس بينك وبين اسعد؟ هيبقى باب للصلح وخلاص، الموضوع يعتبر الناس هتقدر تتدخل تاني. يعني هتفتح باب الناس تقدر تتدخل انه ترجع العائلتين يحكوا بالصلح. بالضبط. بدي اشكرك على ثقتك. انا من جهتي وصلت الدعوه، ارسلت الدعوه الى اسعد. خلينا نشوف كيف تسلم اسعد هذه الدعوه. اهلا استاذ جورج، احنا النهارده مشوارنا في منطقه دار السلام عشان نسلم استاذ اسعد دعوه حضور البرنامج. استاذ جورج، احنا وصلنا دار السلام. استاذ اسعد امام، ان شاء الله. عندك حضرتك 32 سنه؟ باذن الله. بتشتغل تاجر الخضار؟ ان شاء الله. حضرتك عندك 5 اولاد صح؟ باذن الله. طيب انا مدير من برنامج الاستاذ جورج القداحي. الاستاذ جورج القداحي بيبعت لك دعوه حضور البرنامج ان شاء الله. اهلا وسهلا. اهلا بيك. حضرتك قبلت الدعوه؟ ان شاء الله. ان شاء الله واحنا في انتظارك. استاذ جورج، اسعد قبل دعوتك واحنا في انتظار ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم. والله مش عارف هلا كيف بدي استقبل اسعد. عم فكر مش سهله المساله، مش سهله في عادات تقاليد موروثي. القصه مثل ما رويناها قبل قليل مع احمد اجا من الصعيد من سوهاج، اجا خصوصي الى هذا البرنامج حتى يوقف نزيف الدم اللي جاري صار له 10 سنوات بين اسرته، بين عائلته وبين عائلة صديقه أسعد. ربيوا سوا، كانوا أصدقاء عمر، وإذ صار في جريمة قوبلت بجريمة تانية مقابلها من عائلة تانية، وروينا القصة كلها. يعني نحن بصلب وبقلب قصة ثأر. بدي استقبل أسعد. اهلا اهلا اسعد، كيفك حبيبي؟ كيف صحتك؟
كيف احوالك اسعد؟ الحمد لله. طمني عنك. الحمد أمورك. لله والشكر لله. كيف التجاره معك؟ نحمد الله. شو التجاره عندك؟ شو تجارتك؟ خضار خضار ان شاء الله. بسوهاج؟ لا في القاهرة بالقاهره ان شاء الله، موجود هنا في موجود مصر. هنا. وبتروح على سوهاج احيانا؟ بتطلع من وقت لاخر؟ ان شاء الله. كيف الحياه هناك؟ الحمد لله والشكر لله. والاهل والعائله والاسره؟ تمام. بتزوج حضرتك؟ ان شاء الله. شو عندك اولاد؟ 5 ما شاء الله. صبيان بنات؟ ولدين وثلاث بنات صبيان وثلاث بنات ان شاء الله. الكبير شو اسمه؟ عندي آية وأماني ورحيم وعلوان. الكبير رحيم؟ ان شاء ابو الله. رحيم. ابو رحيم يعني رحيم. ان شاء الله. وانت رحيم؟ لا ابني في الحياه انت رحيم. الحمد لله. انت رحيم في الحياه. الحمد لله. يا اهلا فيك. يا اهلا بك يا استاذ. شو خبروك؟ شو قالوا لك عن البرنامج؟ انت مستنظر تشوف شو بالبرنامج؟ شو مستنظر تشوف؟ والله احنا دعوة حضرتك وصلتنا نعم. وحبينا نتشرف بحضرتك. اهلا اهلا. الله يا يخليك. اهلا، وانا شرف الي. الله يخليك يا باشا. وانا بشكرك انك جيت الله حبيبي. يبارك لك. وان شاء الله ما في الا خير ان شاء الله. البرنامج ان شاء الله. ان شاء الله. بس مش انا اللي دعوتك الحقيقه، في حدا غيري اخذ المبادره. ايوه. لانه انا من غير شر ما بعرفك. بس حدا طلب مني ان ادعوك، وهذا الانسان انت بتعز عليه. مين هو؟ بدك تعرف مين هو؟ ان شاء الله. ايه، دعاك لسبب. ليش خايف؟ ليش زعلان؟ مش زعلان، انا جاي لحضرتك انت. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. وانا بشكرك على مجيئك. الله يخليك. وانا سعيد بوجودك هون. الله يخليك. يا ابو رحيم، بدك تعرف مين هو؟ بدك تعرف من هو اللي دعاك؟ انظر الى هالشاشه هون. انت مين اللي سمح لك تعمل كده؟ رد علي، انت تعرف ايه اللي بيني وبينه ده؟ اول شيء عود. نقعد ازاي؟ ده انت مين قال لك تعمل كده معاه؟ انا بدي احكي انا وياك. اسمعني الله يرضى عليك، ده في بينه وبينه دم، انت مين سمح لك تعمل كده؟ يا سيدي روق شوي، روق شوي. شوف يا ابو رحيم، بروق عم بحكي انا وياك ولو مفيش روقان. الله يرضى عليك، انا مخي كده. ده مين سمح لك ان انت تجيبني عشان هالشخص ده؟ رد علي. هو طبعا. وانا مالي بيه هو، انا جاي لك انت. اخي اهلا وسهلا فيك، تفضل اقعد استريح شوي. برضه يقول لي اهلا وسهلا؟ مش هينفع. الله يرضى عليك، ده انت تعرف ايه اللي بينه وبينه؟ يا سيدي انا بعرف يا ابو رحيم، انا بعرف. اقعد شوي، بدي احكي انا وياك. الله يرضى عليك، قلت لك ده موت لي 5. سمعني؟ هو شخصيا؟ هو غيره من اهله، وهو واحد فيهم. بس هو بايده؟ تاني؟ لا هو بايده ان شاء الله. هو فين؟ موجود هنا ولا فين؟ لا هو اسمعني بس. الله يرضى عليك. بدي اسالك سؤال. تفضل. هل في مجال نحل هذا المشكله؟ لا، ملهاش حل. ابدا. لا. طيب بدكم تضلوا بقصه التأر؟ دي ملهاش حل عندي غير الدم، عشان تبقى عارف كده. الدم بس. هو واخد من عندي 5، بفضل الله انا نخليهم 15. عارف يعني ايه؟ يا الله. بفضل الله نخليه بحر دم تغرق فيه كده وانت ماشي. خليني اخبرك شغله. هذيك اليوم يعني من شي حوالي 3 شهور اجتنا قصه مشابهه بهالبرنامج. نعم. من الصعيد. نعم. عائلتين. وكان من العائلتين ساقط 10 قتلى. مش عارف انت عندك هدوء اعصاب يا اخي. قلت لك ده موت لي 5، نسكت ازاي؟ خليني اروق شوي. انا ارضيك. بدي احكي انا وياك. تفضل. ما في حكي انا وياك؟ لا تفضل. طيب بقى نحن هالبرنامج اسمه المسامح كريم. اهلا وسهلا. طيب انا جاي للبرنامج المسامح كريم، ما جيش للاخ اللي قاتل من عندي. اخي ما تجي، بس انا بدي احكي انا وياك. تفضل. ما فيني احكي انا وياك. ما بدك تخليني اكون وسيط؟ لا أنا تفضل. ما لي حق اكون وسيط؟ تفضل. وسيط خير ان شاء الله. ما انا بدي احاول كمان نحل. ما فيهاش خير عندنا في الصعيد عشان تبقى عارف. فيها خدت فرد يتاخذ منك 5، خدت 5 يتاخذوا 15 عشان تبقى عارف. يا سيدي هذه مصيبه. دي مش مصيبه، ده حقي. اخي حقك، ما هو بقول لك حقي. بكره هو بيقتل لك اولادك وانت بتقتل لا هو ما يقدرش يقتل لي اولاد، ما يقدرش. طيب وبعدين؟ ولا قابلين كل واحد ياخذ حقه. بتضلوا مستمرين هيك على طول؟ عندنا ده كده مخنا كده. يقدر يسعد، يقدر. لا ما يقدر تقدرش. وانت عارف كده. يقدر وانت عارف، وعارف ايه اللي ممكن يحصل. لا ما حصلش. وانا جايت هنا مش خوف منك، وانت عارف ان انا ممكن ننهي عليكم خالص، بس انا جاي هنا عشان نخلص الموضوع ده.
عارفها وعارف كده ومتاكد من كده وعارف ان احنا لو نوينا ممكن نولع البلد كله. طب انت بس انت عايز ايه من اللي حصل؟ جاي هنا عشان نخلص الموضوع ده ونعيشه كويسين. روق شويه انا احترمتك. مش هينفع يا احمد. انت عارف كده يا اسعد. مش هينفع. عارف وعارف ايه اللي بيننا، ولا لولا ان اللي بيننا ما كنتش طلبتك انت. لا، وبفضل الله انا هناخد 15 يا احمد. بص يا سعد، هتاخد 15 هيتاخدوا 40. بفضل الله يا مش مشكله بقى، رجاله كتير وسلاح. بفضل الله 15 يا سعد. بص خلي بالك، هتاخد 15 منهم عيالك ومنهم عارف. اسمعني، انت كده فتحت نار جهنم علينا في الصعيد بسببك. ليش يا اخي؟ تاني بص يا اسعد، اسمعني الله يرضى عليك يا سعد، عشان ما تجيبهاش في وشك. تعال اتكلم الله يرضى عليك عشان ما تجيبهاش في وشك. كلمني انا. اقعد شوي. كلمني انا هنكلمك ادينا اهو. كلمني انا. نعم. ايه اللي انت عايزه؟ عايز ايه؟ عايز الموت حد من عندك تاني؟ حد من عندي تاني؟ طب وبعدين؟ والله والله ما تقدر. والله ما قدرت، واللي حصل ماشي. وجاي انت فاكرني يعني جاي هنا عشان خلاص الموضوع لا، ده انا جاي نخلصه. جاي نخلص الموضوع عشان ما يحصلش حاجه تاني. عايز يحصل حاجه تاني يبقى سلام عليكم وبالسلامه، هنعملوا ايه؟ لكن انا جاي عشان العيش والملح، عشان دم اللي هيجري في عروقك ده، عشان كل اللي كان بيننا، عشان لا وانت عملت بيه العيش والملح. والله ما تسأل، ما تشوف ايه سبب المشكله يا اسعد. بالك ما تشوف ايه سبب المشكله. انت فتحتها تاني يا اخي. اسمعني، هي اتقفلت عشان تتفتح. اسمعني الله يرضى عليك عشان ما تبقاش عشان ما تبقاش انت في الوش. يا اخي روق شوي. اسمعني، هو ده عدو. تعال اتكلم معايا انا، ما تكلمش الراجل. طب قول له انت خصمي وخلاص. انت اتكلم معانا، ما تكلمش الراجل. انت ايه اللي انت عايزه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ناخد حقي بفضل الله. طب ما تاخد حقك، هتاخد حقك هيترد عليك. هيترد عليك وهترد تاني. صلي على النبي. لو مشينا من هنا من غير صلح اعتبر الموضوع مش ومين قال لك هنصطلح؟ اعتبر الموضوع مش ومين قال لك هنصطلح؟ صلي على النبي يا سعد. ومين قال لك لو ما اصطلحتش انا مش هنهددك، انا جاي لك لحد هنا وجاي لك معايا كفن اللي انتوا طالبينه. انتوا طالبين ان واحد من شبابنا واحسن واحد في شباب عيلتنا دي جيت. خلي بالك انت بس انا جيت لك انت عشان ما نقدموش لحد من ناسك كله. لان انا لو ناس على ناسك كله انا مستعد نخلص. بس انا جيت لك انت. وقدامها وجيت لك على الملأ. يا اخي انت طلعت لي منين؟ انت هو الطلب يا حبيبي. هو الطلب. هو يطلب، انا ماله، ما انا جاي لك انت، ماليش دعوه بيه. هو تريد تحكيني بهدوء؟ نحكي لك. انت اعصابك هاديه ازاي؟ انا اعصابي هاديه. تقول لي هدوء. انا اعصابي هاديه. تحكيني بهدوء باحترام. ايه تحكيني بهدوء. نعم. اسمعوا شو عم بقول لك. ما بدك بقول لي باي باي مع السلامه. نعم يا عم احمد. احكي له يا جاي لك بالكفن اللي ما يحصل، اللي مستحيل حد يوافق عليه عندنا، وانت عارف كده. وجاي لك انت مخصوص، انت بس، ومش هيتقدم لحد تاني، ولو طلعت بيه مش هيحصل تاني يا سعد. خلص يا سعد في الكلام يا سعد ولم بالدور. انت عارف ان الموضوع ده مش هيصلح. احنا هنحاول نصلحه، هنحاول نصلحه اللي خربان لي 10 سنين. حافظ على عيالك. انا جاي نحافظ على عيالي. عارف ان هو ممكن واحد يضرب وممكن يضرب. حافظ على عيالك، معاك الحي، اللهم صل على النبي عليه. وانا والله ما حد خلاني اتكسرت في الدنيا دي غير عيالي. والله ما حد خلاني اتكسرت في الدنيا بالله. عمك كان قدامي. والله المره الاخيره ما حد خلاني اتكسرت في الدنيا دي غير عيالي يا راجل. والله اقسم لك بالله عمك كان قدامي من يومين وما رضيت نضربه عشانك انت. عمك ابو ارنوب والله ما رضيت نضربه. كفاية يا راجل، كفايه. ايه المطلوب مني يا استاذ؟ حبيبي ماشي، مطلوب منك انك تسمع وتهدى شوي. فضل. لانه الحياه يا خيي واحد كمان بده يفكر باولاده ان شاء الله بالمستقبل. انا برد لكم الخير مش الشر. ماني جايبك لحتى تعمل شر هون، انا جايبك لحتى نحكي بالخير، بالصلح، بالمحبه. يا سيدي الماضي مضى، اللي راح، بس بدنا نروح من القدام، من الجايين، من الصغار، من الاولاد. هذا اللي انا عم بحكي فيه. هذا الشاب عشان كله طلب، انا ما بعرفه. عشان عيالك يا سيدي. ما تهددنيش. وعشان عيالي مش تهديد. انت عارف انا لو على تهديد ما كنتش جيت، وعارف ان احنا ممكن نعمل ايه. مش عم بيهددك يا ابو احمد يا حبيبي. اقعد شوي، بدي نحكي على رواق. يسعد انت فاكر ان في القاهره هنا ما حدش يعرف طريقك؟ اقعد حدي هون. تعال انت قلبك طيب وانسان كويس. نحن الهدف، انت زعلت مني يمكن لما تفاجأت وحسيت عليك انك مش عارف هتجيب منين الهدوء والاعصاب اللي فيك ده يا اخي. مش عارف يا اخي، الله خلقني هيك. فيك تكون هادي لا مثلي؟ اله الا الله. فيك تكون هادي مثلي؟
ما انا اتعودتش عليها. معلش بدي اعودك روق. هذا الشاب انا ما بعرفه، احمد انا ما بعرفه، هو طلب، اخذ مبادره وقال خلص بدنا نخلص من هالقصه، نزيف الدم بدنا نوقفه. وفكر فيك مثل ما قال لك، زي ما قال لك هو، قال انا اسعد صديقي ربيت معه، ما في الا اسعد بحكي انا وياه. هو لو عايل هم الصداقه يعمل اللي عمله؟ بس هو مش بايده يعمل، انت هو عمال بإيده. تحكي كده منك لنفسك وبس. يا اخي ما عم بيحكيك هلا حكاك. تجيب كلام من مخك وعاجبك كده وماشي انت عليه وعاجبك ودول الاعصاب اللي انت فيه ده. شو بدك مني؟ شو؟ بدك يعني يكون يا راجل احنا ما عندناش الهدوء اللي انت فيه ده. طيب. ده دم. غلط؟ ده غلط هدوء الاعصاب عندي؟ ايوه. اصل انت هتكلمني على حاجه يا إيه؟ خلي هو يكلمك، كلمه يا احمد، كلمه. ماله هدوء الاعصاب؟ عايز ايه انت قول لي انت عايز ايه؟ شوف طلب محدد وقوله. هتقول لي 15 هنقول لك 20، مش هتفرق، بس شوف حاجه تحل. شوف ايه اللي يحل. ما تهددنيش يا احمد. يا اسعد هنهددك، اعتبر ان انا هنهددك وانا هنهددك بالفعل. خلص في ايه اللي انت عايزه عشان نحله. طلع نفسك انت مش هم طالبين في البلد عندك وخبراتك طالبين ان نقدم الكفن. ماليش دعوه انا. اسمع احكي، اسمعوا، احكي معه. مش انت طالبين خبراتك في البلد ان هو يتقدم الكفن؟ اسمعني. ولا ايه؟ لا ده سيبك منه خلاص كده. اسمعني. تحرق دم ولا ايه؟ لا. يا اسعد بس جاوبوا على ايه؟ يا اخي، احكي معه. مش خبراتك طالبين في البلد ان واحد من عندنا من شبابنا يقدم كفن؟ وانا اهلي رافضين، وانا جيت وهنقدم لك انت، يرضيهم ولا لا؟ ما ترد. مش هو ده اللي طالبينه؟ جاي بيه وانت هتفتكر ان في حد موافق من عندي؟ ما حدش موافق، بس انت عارف انا هنمشي ازاي. هتمشي انت على ناسك؟ هنمشي. خلاص يبقى هتزعق ليه وهتقول ليه دم وهتعمل؟ خلاص خلصوا الموضوع ده يا اخي. يا اخي كفايه يا اخي. كفايه اعمل حساب العيش والملح اللي كان بين الناس. ماشي يا احمد، ماشي. كفايه يا اسعد، ماشي كفايه. شوف انت ايه اللي يرضيك يا استاذ جورج. كفايه واتقي الله، اللي يرضي ربنا مش اللي يرضي حد. بينك وبينه حبيبي انا وسيط خير، بس انت يمكن زعلت مني، بس ما لك حق تزعل. رد علي انا ساعي خير. لو سمحت يا استاذ جورج. ثاني تقول لي مالك يا استاذ جورج. لا انت زعلت مني، بس انا وسيط خير، انا بدي صالحكم. نعم يا احمد. ايه اللي يرضيك تاني؟ يا سعد هقول لك كلمه بس. مضروب 7 عندكم، مضروب 5، اعتبر ان خلاص الموضوع خلص، الضرب ده خلص، لنا 10 سنين فيه. هيضرب واحد من عندنا او من عندكم هيضرب تاني. كفانا هنقعدوا كده طول عمرنا. كلمه واحده انت تحكم على ناسك؟ ناسي انا كلهم كلمه واحده تحكم على ناسك؟ يا راجل ده، يا راجل ده فوق راسهم وفوق كلهم. تحكم عليهم في ايه؟ في ايه؟ مفيش اي حاجه تحصل تاني. مفيش اي حاجه تحصل، هم اصلا امين يا عم، اعتبر ان هو مفيش حاجه تحصل تاني. ماشي. وده انحصل يبقى مين المسؤول؟ الاستاذ جورج ولا مين؟ لا ما يا استاذ. مين اللي يجيب لي اللي يضيع بعد كده؟ اللي يجيبوا دراعك يا راجل. يجيبوا دراعك. دراع ازاي؟ يجيبوا دراعك. لا ما انا سمحت في اللي راحوا. ايوه اعتبر ان لا هو في حاجه هتيجي من غير من غير قله ادب ولا من غير مسخره؟ اسمعني. في حاجه هتيجي من غير غلط. اسمعني. في حاجه هتيجي من غير غلط. اسمعنا الله. لا يا سعد. لا في حاجه هتيجي من غير غلط، وانت عارف مين اللي غلط في الاول، عارف سبب المشكله ايه. اسمعني يا سعد. اسمعني يا سعد، انت كبير وعارف. كفايه يا سعد، كفايه واتقي الله. كفايه، انا هنقول لك كفايه مش خوف. لا اله الا الله. انا هنقول لك كفايه، انا خايف على عيالي وعيالك. واقسم لك ما في واحد من جماعتنا عارف ولا راضي بجايتي دي. ماشي يا احمد. كفايه يا سعد. خلاص كفايه. شوف انا زعلان مني.
علي طول عمرك. عسلامتك. لا أمر. هو اجى وقال لي من ثقته فيك ربيتوا سوا، وين راح الخبز والملح والعيش؟ كنتوا اولاد بسوهاج تلعبوا سوا وعشتوا سوا، الى متى دوامت التقاليد؟ نحمد الله بفضل الله على اللي حصل ساعات كفايه. بس انتوا بدكم تشتغلوا، عفى انتوا الله عن تحطوا ايد، السلف. عفى الله، احنا نروح نشوف حل الموضوع مش هيخلص. تحطوا يدكم بيد بعض إن شاء انتوا الله. اثنينكم ان شاء الله، والعائلتين جمدوهم ان شاء الله، ان شاء الله. ودي عندنا احنا. وانا بشكرك يا اسعد الله كمان يبارك على لك. طيبتك. الله يبارك لك. انت معروف انه جوهرك طيب قلبك طيب، انت راجل وانا محترم. بشكركم. اطلعوا الله سوا يبارك مع لك. بعض من هون هلا، شكرا. ترافقوا سوا، شكرا. واشتغلوا سوا على الصلح. ان شاء الله. سلام عليكم. سلام عليكم. كانت زعجته برودة اعصابي. مش عارف يعني اللي بده يصلح ذات البين بده يكون كمان انفعالي، او بده يكون كمان رابط الجأش واعصابه حديد. على كل حال نحن سعداء، وبعرف انه الجمهور باستوديو صار يقول الله اكبر، يعني مش قليله. صلحة مباركة، وان شاء الله تعم كل هالعشاير وكل هالعائلات اللي في خلافات وتقاليد ثأر بين بعض. الى اللقاء في قصة جديدة مع المسامح. مئة أهلا ومرحبا فيكم ببرنامج المسامح كريم. قصة جديدة من قصص الحياة معنا الآن. القصة رح نشوفها هي من لبنان، قصة شابين صغار فيها حب ضائع. يمكن رح نتابع كل القصة، ولكن قبل أن نستقبل صاحب الدعوة محمد من لبنان. هلا محمد، كيفك؟ سقعين ايديك يا محمد. ليه؟ سقعة من الاستوديو، مش انه في شيء ثاني. اهلا وسهلا فيك محمد، كيف الاحوال؟ الحمد لله كله تمام. قالوا لي بتشتغل بمطعم، بتغني؟ نعم. بتغني كل يوم؟ لا، يومين ثلاثة بالجمعة. كل الاغاني اللي نعرفها يعني الجديدة والقديمة. صوتك حلو؟ يعني الحمد لله. والله برافو، ماشي الامور معك. كله تمام. محمد قصته بسيطة، رح بخبركم اياها. عنده قصة مع فتاة بيعرفها من وقت ما كان صغير، ربيوا سوا، كبروا سوا. محمد بعدين اكتشف انه في عنده مشاعر تجاه هذه الفتاة اللي اسمها نور. بقى يعني كان معتقد انه يمكن عنده نفس المشاعر مثله هو. بلش يحبها الصبي، صرحها بالموضوع ذات يوم. اجا يحكي لها، تقول لها انه انا عندي مشاعر تجاهك. قالت له هي متأسفة، ما عندي أنا مشاعر، أنا بحب واحد تاني. بقى الأخ هون طار عقله، كيف ممكن تحب واحد تاني وهو مفكر إنه نفس المشاعر بينه وبينها. بقى اختلفوا وياها، صرخ عليها، يمكن ضربها كمان. ضربتها؟ نعم. هالقد الحب؟ حب أعمى. ها؟ خبرني هات لشو. نحن كنا نشتغل سوا بمطعم. ايه. يعني بتعرف انت، انا وياها من نحن وصغار. هذا اللي عم خبره انا. ايه. من نحن وصغار. نحن وبالشغل صرنا صحبة كتير اكثر من اللازم. يعني العلاقة عم تتطور زيادة. صرت حب، يعني لدرجة صرت حب اجي على الشغل كرمالها. حلو. اجي على الشغل كرمالها. يعني بس شوفها صرت حس، صار عندي احساس تجاهها. وكل ما نقعد سوا ما حبت تفل. لما اجى الوقت، يعني انا شو اللي خلاني اني صراحه حس عم تبادر نفس الشعور بيني وبين حالي. بس هي ماخديتها انه كرفقه، كزملاء بشغل واحد،
مش اكثر. لما جيت صراحه انه قالت لي محمد احنا رفقه وزملاء بالشغل واخوه وبس. هلا هي القصه عاديه انه الواحد اي شاب بيجي بيطلب من اي بنت انه يحكي معها وبتقول له لا بتقبلها. هلا انا ما تقبلتها ليه؟ لاني كنت حبها عن جد للبنت. افكارك راحت لبعيد كثير. بعيد بتتجوزها يمكن. هلا فكرت هلا كل شيء اسمه نصيب يعني. بس لا كنت تفكر كنت عم فكر الامور بعيده. صرت بطلت احكيها ابدا كانه انا الغلطان. يعني صرت بطلت احكيها ابدا، اذا ما حكيتني ما برد عليها. وصرت ضيقه بشغلها، كان عندها شغل هي عم تشتغله، بطلت يعني يكون عندها شغل عم تشتغله هي تخرب لي خرب لي. بعض من الاوقات الحب وصل لانتقام. الانتقام هو ما في شيء انتقم منه. انا الغلطان وانا بس هي ردة فعل طبيعية. يعني انت انصدمت وصار في عندك ردة فعل عكسية سلبية تجاه. طيب كيف ضربتها؟ كنا عم نشتغل ما بعرف شو تلسنا بالحكي هيك شوي وانا ما طايقه ابدا. يعني بلحظه فور مثل ما بيقولوا ضربتها كف. كان سبب فصلي من الشغل كمان. يعني ما اخذت ابعاد للموضوع، خلص فلت من الشغل. بس لما قعدت مع نفسي وفكرت انه انا ليش عملت هيك؟ ليش غلطت بحقها للبنت؟ هي ما غلطت معي ابدا. يعني ندمت عن جد لانه هي تعديت عليها. ما لك حق يعني. ما لي حق ابدا. كان في معزه مودي انت وياها. كانت كثير يعني. ما بدها تتجوزك، ما بدها تحبك. هيدي قرارها هي وحياتها. يعني لانه كانت هي رفيقه عزيزه كثير على قلبي. قديش الكم هلا ما بتحكي؟ هلا نحن انا بشوفها. بتحكيها؟ لا بس ما بحكيها. وهي ما بتحكي؟ ما بحكي. يعني انا حاولت. القطيعه قديش لها؟ هلا نحن اشتغلنا سنتين، من سنه ونص ما بنحكي. ما بتحكوا سنتين. بس انا حاولت من بعد الشغل اني احكيها على التليفون ما ترد. يا سيدي انا بعثت الرساله نيابه عنك الى نور. بقى خلينا نشوف كيف استقبلت هالرساله واذا وافقت تجي. نشوف سوا. سلام استاذ جورج، نحن هلا رح نطلع على عاصمة لبنان الثانية يلي هي منطقة طرابلس. نحن هلا بمدينة الفيحاء بطرابلس، رايحين لعند نورة بمنطقة إبة. نحن هلا وصلنا على بيت نورة بمنطقة إبة، رح نطلع لعندها تنعطيها الدعوة. مرحبا، حضرتك نورة محمود حسن؟ ما بتشتغلي صحيح؟ مظبوط. وعمرك 20 سنة؟ مظبوط. قد ايه بتحبي للأستاذ جورج أرداحي؟ كتير. هو رح يدعيكي شخصيا لعنده على البرنامج، هل بتقبل الدعوة؟ أكيد معقول رفضة؟ تفضلي هيدي إلك. ميرسي كثير. ناطرينك، وفريق الإعداد رح يرجع يحكيكي كرمال يعطيكي كل التفاصيل. أهلا وسهلا فيك. شكرا. باي. ميرسي. بدي اشكر نورة على محبتها، وافقت على الدعوة، اجت من لبنان، موجودة خارج استوديو ناطرة. طبعا مش عارفة هي شو الموضوع بهالاستوديو، راح اخبركم قصتها هي ومحمد. ربي سوا هو ونورة، كانوا صغار كبروا، بعدين صاروا عم يشتغلوا سوا بمقهى. يعني محمد صار عنده مشاعر تجاه نورة، اولا بعزها من هي وصغيرة مثل اخته، وبعدين كبرت هالمشاعر، فكر انه في حب وما حب. بده يصرحها ذات يوم، انصدم، قالت له هي يعني ما تواخذني، انا بحبك مثل خيي، بس انا عندي حدا تاني، ما عم فكر فيك يعني كحبيب.
زعل منها، ضايقها بالشغل، بعدين ذات يوم مدري شو صار، قام ضربها وندم لانه ترك الشغل وصار لهم 6 سنة ونص ما بيحكوا مع بعض. اجى على برنامج المسامح كريم لحتى يعتذر منها لانه بقيت على ضميره ليش ضربها، وبعزها بده يبرهن لها عن محبته، عن صداقته لها، وبده يحاول يرجع الصداقة معها. هلا بدنا نشوف قديش نورة اخذ على خاطرها، واذا فعلا بتقبل انها تصالحه ولا لا. بدنا ننادي نورة. اهلا بنورة. شو اهلا بنورة، كيفك عيوني؟ تفضلي نورة، اهلا وسهلا. شفيتي مستغربة هيك والاجر لورا اجر لقدام؟ مش عارفة بعد شو البروجرام شو فيه. ايه بس هيك مدري شو عم تفكري. ملبكي شوي. ملبكي؟ ما تتلبكي كثير. اوكي. يا اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيك استاذ. يعني الاهل كلهم بخير؟ تمام الحمد لله. شو مشاريعك بالمستقبل؟ خاطبة؟ بدك تتزوجي؟ مخطوبة؟ ايه الحمد لله. طيب ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. بعدك عم تجاوبيني وعم بتفكري بشيء ثاني. لا مش عم فكر بشيء، عم فكر شو ناطرني. شو ناطرك؟ ايه ان شاء الله تكون مفاجأة سعيدة. ان شاء الله يا رب. في مفاجأة بس ما بوعدك اذا كان سعيدة ولا لا. ان شاء الله تكون سعيدة. ان شاء الله تكون سعيدة. عادة مش انا اللي ادعو، مش انا صاحب الدعوة المباشر، انا وسيط، يعني باسمي انا بتروح الدعوة، بس بيكون في شخص وراي هو اللي حابب يدعي هذا الشخص الاخر. مين بده يكون داعينا؟ هون السؤال. احذري مين؟ طلعي بهالشاشة. محمد؟ رفيقي؟ بس ليش مكشر هيك دخل؟ ليه مكشر هيك محمد؟ نورة ما تتفاجئي وما في شيء ابدا، بس الا كل خير. هذا محمد بعت لك رسالة بدي اقرا لك اياها، هلا بخبرك شو القصة. ليك شو بيقول لك؟ بيقول لك: صديقتي العزيزة نورة، اعرف انك ربما لا تريدين رؤيتي او السماع لما اقوله لما ارتكبته في حقك، لكنك يا نورة لابد وانك من داخلك وفي قرارة نفسك تعذرين قلبا مجروحا ادماه النصيب. يا نورة لقد اخطأت حين ظننت انك تبادلين نفس المشاعر، وكان خطأي الاكبر حين عرفت بحبك لشخص اخر. انني لم اتفهم ان قلبك ليس ملكك الان، وانه لن يكون ملكي، ولهذا كنت كالمجنون الذي فقد اعز ما يملك، ولذلك لم اكن في حالتي الطبيعية وانا اشتمك وامد يدي عليك، بل كنت افعل ذلك غضبا من هذا الوضع. انا اسف يا نورة على كل ما حدث مني وما فعلته، ويا ليت يدي قطعت قبل ان امدها عليك، وان كنت لازلت غاضبة وترفضين مصالحتي، فيكفي ان تعرفي انني جئت الى هنا كي اعتذر لك امام الناس وامام خطيبك، واتمنى لك كل الخير في حياتك، وارجو ان تسامحيني يا صديقتي الحبيبة، والمسامح كريم. نورة، يعني لو قالوا لك في محمد ناطرك ببرنامج المسامح كريم كنت جيتي شيء؟ اكيد، لان شخص جرحني كثير، كيف بدي اسمه؟ جرحك اكيد. خبرني هو القصة. ونزعل كل حياتي، كيف بتسمع؟ لا ما نزعلك حياتك، روقي، خطبتي وان شاء الله بتكوني بتتزوجي بس هو الشاب خبرني حكايته، هو كان يعزك كثير وبتصور بعده بيعزك الى الان، بس شخص عرفني وضربني استاذ جورج. بعرف، خبرني القصة بس من غضبك، مش يعني ضربك مش عن حقد، عن غضب
ولانه هو ضيع مخه ضيع عقلته. ما الحب بجنن احيانا. عن اذنك، هو ليه عمل هيك؟ انا كنت اعتبره اعز صديق لإلي. ايه تفضل. ليش عملت هيك؟ قلنا ليش عملت هيك يا استاذ نورا. انا جيت اليوم مش جاي برر غلطي، وانا عارف اني قد ما اقول لك اني غلطت يعني اكثر من هيك بكثير، وما بعرف اذا بستاهل انك تسامحيني ونرجع مثل ما كنا اصحاب ورفقه وحبايب. محمد بس انت كتير جرحت كتير وما شوي. انت اخر شخص كنت بتوقع مع انه يعمل معي هيك. قلبك كبير بعرف، وقلبك طيب كمان. نورا بدي اسالك سؤال. لما كنتوا عم تشتغلوا سوا كنت حاسه انه هذا الشاب بحبك؟ ابدا، بس بيوم من الايام هو قال لي، وانا قلت له انت رفيقي واكثر واكثر صديق لإلي. قبل ما تقولي له، قبل ما لا ابدا ما كنت حاسه هيك، لانه هو كثير فهمان انك انت كمان بتحبيه. انا ما كنت حسه الا صديقي واحكي له كل همي. هو الشخص الوحيد كنت اوثق فيه. صرتوا قراب كثير لبعض لدرجه يفكر انه انت يمكن بتحبيه مثل ما هو بيحبك. هو حبك، انغرم فيكي. محمد انا قلت لك بوثق فيك او لا؟ بلى. قلت لك انت اكثر شخص صديق مقرب لإلي او لا؟ كمان. سالتني بتحبيني حب، قلت لك انت صديقي او لا؟ بلى. انت كيف بتعمل لي مشاكل انا والشخص اللي بحبه بدي كفي حياتي معه؟ جاوبها. اعطيني سبب واحد يخليك تعمل هيدا الشيء. يمكن هو يعني الحب اللي كان موجود عندي خلاني اعمل هيك. بنفس الوقت من حب تحول لانتقام، وانت مانك غلطانه معي ابدا. عم بيحترم بخطأه نورا. يعني انا عم حاسبك على وانت ما غلطانه، يعني عم بنتقم منك وانت ما غلطانه، فهيدا الشيء صار معي وعن جد بعتذر كثير 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 كمان. انا بقول لك شو، رح اعبر عنه احسن منه، لانه هو قال لي قبل، قال لي انه هو بعد سنه ونص يعني الشاعرين شاعر بيعبق على قلبه، بتقل، ظلمك وضايقك وما يعني تجنى عليكي وما له حق، وجاي يعتذر منك ويطلب منك السماح ويرجع يقول لك بنرجع اصدقاء. ما بده اكثر من هيك، لانك انت انسانه كثير عزيزه عليه وغاليه عليه، وانت بتعني له كثير بحياته. والله يوفقك بخطبتك وبزواجك. هيك عم بيقول، هيك قال. بس هلا اني مرتبك شوي هيك. انا جيت اليوم على مسابح كريم. ايه؟ لقول لك يا نورا قدام كل هالموجودين وقدام استاذ جورج انه انا غلطت كثير بحقك وبعتذر، وعن جد سامحيني، ما بعرف اذا بستاهل هالشيء. بدي يا ويلي يا ويلي يا ويلي لما كانت الدمعة حزيني، يا ويلي لما كانت الدمعة حزيني، محبوس بجرم أنا ارتكبته بإيدي. يا ويلي وكل ما كابر على نفسي، يا ويلي يا ويلي كل ما كابر على نفسي وقول لك أنا بسامح، لا والله أنت تسامح. يا ويلي سمعت صوت، يا ويلي سمعت صوت، يا ويلي سمعت صوت ناداني، يا ابني يا ابني إذا الله الكريم سامح، ولك ليش انتي ما تسامحيني؟ حلو. انا سامحتك روحه.